سلام الله عليكم جميعا. نلتقي اليوم في حلقة مشوقة ومثيرة تطرح للنقاش بعنوان: هل كان سقوط الاتحاد السوفيتي نهاية الإيديولوجية الاشتراكية أم بداية شكل جديد منها؟ إذن في ديسمبر عام 1991 تفكك الاتحاد السوفيتي رسميا، وتحولت واحدة من أعظم القوى في التاريخ إلى مجموعة دول مستقلة. انهارت القوة التي كانت تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لعقود، وتنفس الغرب من بعدها الصعداء معلنا نهاية الشيوعية. لكن السؤال هنا: هل انهار الاتحاد السوفيتي فعلا بسبب فشل الفكرة الاشتراكية، أم أنه سقط بسبب أخطاء في التطبيق والفساد والسباق العسكري وتغلب المشاكل الداخلية على هذه القوة؟ وهل فعلا ماتت الاشتراكية أم أنها عادت بشكل مختلف في العالم الحديث؟ تأسس الاتحاد السوفيتي سنة 1922 على يد فلاديمير لينين بعد الثورة البولشوفية. رفع شعار الاشتراكية والعدالة والمساواة بين الطبقات في مواجهة الرأسمالية الغربية. خلال عقود أصبح الاتحاد قوة عظمى علمية وعسكرية وصناعية، لكن مع مرور الوقت ظهرت التناقضات البيروقراطية، الفساد، القمع، وانخفاض مستوى المعيشة. وفي الثمانينيات مع غورباتشوف جاءت سياسات البروسترويكا والغلاسنوست، والتي كانت محاولة للإصلاح الفاشل، لكنها أدت إلى انهيار باعتبارها كما وصفت أنها اعتبرت إصلاحات فاشلة. فالسؤال هنا: هل كان الانهيار حتميا بسبب طبيعة النظام الاشتراكي أم بسبب سوء إدارة الدولة بحجم قارة؟ أصحاب الرأي الأول يرون أن سقوط الاتحاد السوفيتي يعني فشل الإيديولوجية. أنصار هذا الرأي يرون أن سقوط الاتحاد السوفيتي لم يكن مجرد خطأ سياسي، بل إثبات عملي على فشل الفكر الاشتراكي نفسه. النظام الاقتصادي المركزي أو المركزية لم تستطع مجاراة ديناميكية السوق الحر، فهنا الاقتصاد الحر تفوق على الاقتصاد الموجه الاشتراكي، فغابت المنافسة وانتشرت البيروقراطية والفساد. والقمع السياسي حد من الإبداع والحرية، مما جعل الدولة تنهار من الداخل. بينما في المقابل ازدهرت الديمقراطيات الغربية وحققت تفوقا اقتصاديا وتقنيا. حجة متبعي هذا الرأي قالوا أنه حين تسلب الأفراد حريتهم وتمنعهم من الحلم فلن يبقى لديهم ما يدافعون عنه، وسيبقون مكتوفي الأيدي لا يبرحون أماكنهم. أما أصحاب الرأي الثاني فيقولون أن الفكرة الاشتراكية أو الإيديولوجية الشيوعية لم تفشل في حد ذاتها، بل التطبيق هو ما فشل. لكن على الجانب الآخر قلت يرى البعض أن الاشتراكية كفكرة لم تسقط، بل فشل النموذج السوفيتي في تطبيقها الحقيقي، أي أن السوفيات فشلوا في التطبيق الحقيقي لهذه الإيديولوجية، لأن هذه الإيديولوجية حسبهم هي الاشتراكية والشيوعية كانت تهدف إلى العدالة والمساواة، لكن النظام السوفيتي بسببها تحول إلى ديكتاتورية بيروقراطية، فلم تمنح المجتمعات حرية تطوير نموذجها الخاص من الاشتراكية. حتى اليوم بعض الدول مثلا مثل الصين تتبنى نظاما اشتراكيا معدل وتحقق نجاحات اقتصادية كبيرة جدا. وهناك توجهات حديثة في أوروبا وأمريكا اللاتينية تعيد إحياء الأفكار الاشتراكية بصيغ جديدة. فحجة هذا الفريق
تقول أن الأفكار لا تموت بل تتطور. سقط الاتحاد لكن العدالة الاجتماعية ما زالت حلم الشعوب. الآن بالنسبة إلى الاشتراكية الحديثة وعودة الفكر. بعد الانهيار ظن العالم أن الرأسمالية انتصرت نهائيا، لكن الأزمات المالية المتكررة مثل أزمة 2008 أعادت التساؤلات. ظهرت حركات جديدة مثل الاشتراكية الديمقراطية في أوروبا واليسار الحديث في أمريكا. كثير من الشباب اليوم يتحدثون عن اشتراكية القرن 21 التي تمزج بين السوق الحرة والعدالة الاجتماعية، أي أن الاشتراكية عادت ولكن بثوب جديد أكثر مرونة وإنسانية. فالسؤال هنا، هل هذه العودة تعني أن الاشتراكية فكرة خالدة أم أنها مجرد تعديل على الرأسمالية؟ إذن سقوط الاتحاد السوفيتي لم يكن نهاية العالم، بل نهاية مرحلة من صراع الأفكار والإيديولوجيات. ربما فشل النموذج السوفيتي، لكن حلم العدالة والمساواة لا يزال حيا في عقول الناس. فبين من يرى أن الاشتراكية ماتت ومن يرى أنها ولدت من جديد، يبقى السؤال مفتوحا: هل تغير العالم لأن الاشتراكية سقطت، أم لأننا لم نعرف بعد كيف نطبقها بشكل عادل؟ إذن سأطرح عليكم أسئلة ختامية للنقاش. هل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الاشتراكية؟ أيضا، هل فشل النظام السوفيتي بسبب الفكر أم بسبب الفساد السياسي؟ وهل الصين اليوم كنموذج اشتراكي ناجح تعتبر اشتراكية أم رأسمالية بواجهة اشتراكية؟ وهل يمكن أن تعود الاشتراكية بقوة في المستقبل لتزيح الرأسمالية؟ أتمنى في الأخير إن شاء الله أن تشاركوننا تعليقاتكم وأفكاركم وحججكم والآراء التي ترونها أقرب لهذا الموضوع، ونلتقي إن شاء الله مجددا مع حلقة جديدة تطرح عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.